سنة 1988 مخرج مصري قرر انه يعمل فيلم رعب، وحب يزود الواقعية بتاعت الفيلم شوية. فقال لك انا بدل ما اجيب واحد يمثل انه ساحر، لا، انا هجيب ساحر بحقه حقيقي، بحيث ان الكلام اللي يقوله يخوف بجد. الكلام لما يطلع من صاحب الصنعة غير لما يطلع من واحد بيمثل الصنعة. ده اللي فكر فيه المخرج المصري ياسين إسماعيل ياسين. ده اللي جاي في باله، بس ما جاش في باله اللي ممكن يعمله الساحر ده. ما جاش في باله الشر اللي جوه البني آدم ممكن يوصل لإيه. والمصيبة إن الساحر اللي جابه ده ما قالش أي كلام وخلاص، لا، ده قال عزيمة حقيقية، عزيمة بتعتبر من أخطر وأشد العزايم اللي موجودة، العزيمة البراءتية.